السلام عليكم. لو سألت أي ديفلوبر إيه أكتر حاجة بتضايقه في الشغل أو بيكرهها، هيقول لك كتابة الدوكيومنتيشن. بتاخد وقت طويل، بتعملها فورورد من مكان لمكان، واللحظة بيخلص فيها ال API بيتغير من الأول تاني وتعملها أبديت تاني. في الفيديو ده هنشوف ازاي باي دوك بيجنريت دوكيومنتيشن كاملة بروفيشنال اوتوماتيك من غير ما تكتب حرف واحد بإيدك. أنا مسعد، سينيور كيو سي انجينير، وده كواليتي، وإن شاء الله هنتعلم ايه باي دوك بالعربي مع بعض. يلا بينا نبدأ. يبقى دوكيومنتيشن مش بس حاجه بتكتبها في وورد فايل تكتبه او حاجه، ده اللي بيشرح للفرونت اند ديفلوبر ازاي يستخدم الاي بتاعتك، وبيشرح للكلاينت ايه الاند بوينتس الافيلبل، وايه البارامترز المطلوبه، ايه المانداتوري، ايه الريسبونس اللي بيرجع. ده بيوفر عليك ساعات من الباك اند فورس والاسئله الكتيره المتكرره. المشكله في موست اوف ذا تيمز، في معظم التيمز الدوكيومنتيشن بتتكتب يدوي على سواجر او نيشن او حتى على وورد فايل، وكل ما الاي بتتغير لازم حد يفتكر ان هو يروح يعمل لها ابديت، وده طبعا بيحصل نادرا. في باي دوج بقى الدوكيومنتيشن بجنريت اوتوماتيك من اول ما تعمل باي ديزاين، لا وبتتحدث كمان اوتوماتيك مع كل ابديت. دلوقتي لو رحنا على ببلش دوكس اللي في الشمال دي، هنلاقي عندنا تو اوبشنز: كويك شير وببلش دوكس سايت. احنا خلينا في الاسهل اللي هي كويك شير. كويك شير ده الخيار الاسهل اوي. ده من غير ما تعمل اي اعدادات، مجرد ما هنعمل مع بعض دلوقتي، بيديك لينك تبعته لاي حد اذا كان كلاينت ديفلوبر او تيم ممبر، يفتح دوكيومنتيشن كامله وبروفيشنال للاي بي ايز بتاعتك، من غير ما يكون عنده اكونت على الاي بي اي دوك، من غير ما تعمل اي حاجه زياده. خلينا نجرب كده مع بعض. هندوس نيو، دلوقتي مثلا هسميها بيت بيت ستور. بيقول لك انت عاوز تطلع معاه انفايرمنت ولا لا. هقول له طلع معاه الانفايرمنت دي ودي الاثنين، والديفولت دي. طيب عاوز دوكيومنتيشن فيها البي ار ال، فيها الحاجات دي والتاجز، دي حاجات تبقى في الاي بي اي بتاعتك وانت بتكريتها. اقول له ماشي، حط الايه البي ار ال. مش عايز تحطه ممكن ما تحطوش، ماشي. allow اكسبورت لو عايز حد يعمل اكسبورت الداتا. السكوب بتاعك لو انت عايز تعمل البرانشات بتاعتك. سكيورتي عايز تعمل باسورد اكسبير ولا لا، وهكذا. عايز تعمل لغه بتفولو اللي هو انجلش زي ما احنا عاملينه. وفي ادفانسد سيتنجز، دي تخلي دي معموله اون، هنشوفها دلوقتي. هندوس سيف. هو دلوقتي كريت لي ايه، نجرب نفتحه مع بعض. هاخده كوبي، شايفين؟ دي الدوكيمنت بتاعت اي بي اي دوك. دي كل اند بوينتس اللي كانت عندنا هنا، هو جه حطها لي هنا بالريكوست بتاعتها، بادي بارامترز، وايه الريكوايرد اللي مش ريكوايرد، وايه الريسبونسز بتاعتها، وايه الستاتس كود بتاعتها. تمام. وهنا في الكود لو انت عاوز تعمل له كول، عايز تعمل له كول بشيل جافا سكريبت جافا، في كل اللغات. لو عايز تعمل سي شارب برضو تقدر تعمل كل باي دي. ولو دوست ترايت هتعمل لها مثلا سند، يقدر الكلاينت بعد ما ياخد البتاع يجربها. بس يعني هنا عشان ايه مش حاطين الانفايرومنت، عشان احنا قلنا له ما ينكلودش البيز ار ال. تمام، ماشي. خلينا دلوقتي نقفل السند دي. وهكذا بقى، دي كل الاي بي ايز بتاعتك، تقدر تنافيجيت فيها براحتك، تقدر تدوس نيكست وهكذا. حاجه بروفيشنال، ومجرد ما تعدل هناك تعدل هنا. دي كده مش دوكيومنتيشن قويه، دي كمان انتراكتيف دوكيومنتيشن، ان انت تقدر تخلي اي حد مع اللينك يقدر يجرب لو عايز. ماشي. دلوقتي احنا خلصنا ايه الجزء الاول بتاع الكويك شير. خلينا نشوف الببلش دوكيومنتيشن سايت. ايه بقى الفرق بين ده وده؟ الكويك شير بيديك مجرد لينك ايه للاي بي اي دوكيومنتيشن بتاعتك وخلاص. انما بقى ده بيديك لينك كامل، ممكن تعمل عليه كاستم دومين، ممكن تعمل كاستم لاي اوت، تحط الالوان بتاعتك، تعمل عليه سي او سيتنجز عشان يظهر في جوجل، وفيرجن كنترول لو عندك اكتر من اي بي اي فيرجن. خلينا نشوف مع بعض. انا هدوس دلوقتي هنا ببلش. هيقول لي انت عاوز تبلش او البابليك او باسورد، ولا اي بي ولا باي بي اي الاو ليست، ولا كاستم لوجن بيج، ولا ايميل ولا ايميل. احنا نخليها مثلا باسورد. يقول لك ده الباسورد ده تقدر تغيره، وببلش رايت ناو. ندوس ببلش كده خلاص، هي بقت ببلش. ويقول لك ايه باسورد بروتكتد. نقدر نشوف ريفيو.
دي الدوكيومنتيشن بتاعتك، الريفيو بتاعها. طيب كنسل دلوقتي. ده اللينك بتاعك، ناخد اللينك كوبي، هيطلب منها الباسورد برضو، هنا برضو نفس الكلام. طيب دلوقتي انت بقى عندك سايت كامل. طب افرض انا دلوقتي لما عايز ابعت للكلاينت، عايز ابعت له حاجه بروفيشنال، ما يبقاش اللينك ده، عادي تقدر تعمل كاستم دومين. الدومين هنا لو مش عاجبك ده، تقدر تعمل له ايديت كاستم. طيب انا دلوقتي مش عاجبني الالوان دي ولا الاشكال دي، تقدر تغير اللي اوت بتاعها، تغير السي اس اس بتاعها جافا سكريبت وهكذا. تقدر تدخل فيها اي اي، ام سي بي، سايت ماب، ميتا داتا، تدخل جوجل اناليتكس، هتلاقي هنا تحت جوجل اناليتكس. تقدر فيه تعمل كمية سيتنجز في الدوكيومنتيشن بتاعتك كأنه سايت فعلي بتاعك في كل دوكيومنتيشن بروفيشنال. واول ما تعدل بالريفلكت اوتوماتيك. تعال نجرب لما نعدل ايه اللي هيحصل. انا هنا مثلا بتاعه الاول اي بي اي بوت هنخليها دوكس تيست، وادوس سيف. اروح ادوس على الدوكيومنتيشن بتاعتي، اعمل لها ريفريش، اهي دوكس تيست. اول ما عدلت فيها على طول ان اي حد معاه الدوكيومنتيشن بتاعتك يقدر يعرف ان انت عملت ابديت. مش محتاج ان هو يروح يبعت يلاقي اتضربت معاه في وشه فيجي يكلمك ايه اللي حصل، تقول له لا انا غيرت، هبعت لك الابديت الجديد. نفس الكلام برضو لو رحنا على هنا، هنلاقي برضه اتعمل لها ابديت بالنسبه للكويك شير او للببلش دوك. خلينا قبل ما نخلص نجرب موضوع ان انا اعمل تراي من هنا. خلينا نقفل ده، نرجع دي زي ما كانت. ونعمل ببلش تاني. هنا مفيش نو انفايرمنت، ممكن اعمل لها edit. هقول له environment 2 دول، وهقول له اوكي. افتحها تاني. فين؟ هنا اليو ار ال اتحط، اقدر اعمله تراي، جاب لي ريسبونس. كده ممكن اي حد يقدر يجرب الاي بي اي بتاعتك لو معاه الدوكيمنت بتاعتك اللي هي بروتكتد باي باسورد برضو وابديتد اون تايم. وده كان الاي بي اي دوكيومنتيشن في الكويك شير في الاي بي اي دوج والببلش سايت. دلوقتي عندنا كورس كامل مغطي الفيتشر الاساسيه في اي بي اي دوج، من اول ريكوست للسي اي سي دي للموك سيرفر والاي بي اي دوكيومنتيشن. لو الكورس افادك سبسكرايب وشاركه وشيره مع اي حد شغال في التستنج او مهتم ان هو بيديفلوب اي بي ايز. وقول لي في الكومنتات ايه الفيتشر اللي جايه اللي عايز تشوفها. انا مسعد، وده كواليتي. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.